أنا اسمي فاتن وعندي 41 سنة. جوزي مات من 7 سنين وعندي بنت واحدة. بعد ما جوزي مات فضلت عايشة لوحدي في الشقة. قلت لبنتي وجوزها يجوا يقعدوا معايا. قلت لهم الشقة كبيرة عليا وتعالوا اقعدوا معايا علشان يوفروا شوية في الإيجار، لأنهم كانوا ساكنين في شقة إيجار. وفعلا وافقوا، وجم فعلا قعدوا معايا في الشقة وحياتنا كانت طبيعية جدا. وكنت بتعامل مع جوز بنتي زي ابني، ما كانش فيه أي مشاعر ناحيته خالص. لحد ما في يوم كنا سهرانين مع بعض وبنشوف فيلم، وبعدها قالوا لي خلاص احنا هنخش ننام ودخلوا غرفتهم. وأنا قعدت شوية قدام التلفزيون وحسيت إني خلاص مرهقة وعايزة أنام. قمت دخلت الحاجات اللي كانت على الترابيزة في المطبخ وعديت قدام أوضتهم، وفجأة سمعت صوتهم وهم نايمين مع بعض. كان صوت بنتي عالي جدا، وحسيت قد إيه هي مبسوطة، وحسيت قد إيه جوزها قوي جدا. وأنا ما قدرتش أتحرك من مكاني، وافتكرت جوزي. فأخدت حاجتي وطلعت جريت على أوضتي، ودخلت وقفلت على نفسي وفضلت أفتكر وأتخيل جوزي. ومع الوقت بدأت أتخيل نفسي مكان بنتي، وحسيت إني متعلقة بجوزها جدا، وكنت بتمنى أكون مكانها، بل وكنت بحسدها وبغير منها. وابتديت أهتم لنفسي وألبس حاجات ضيقة، وألبس حاجات ملبستهاش من أيام جوزي. وبدأت ألاحظ إن جوز بنتي بدأ يبصلي عليا بشكل مختلف. حسيت إنه بدأ ياخد باله مني، وحسيت إنه بدأ يفكر زي ما أنا بفكر. وفي يوم بنتي تعبت قوي، جبنا لها دكتور. الدكتور قال عندها التهابات من تحت، والدكتور منعهم من العلاقة. بدأ جوز بنتي يلاحظني أكتر، كان بيبص عليا في أماكن معينة، وأوقات كان بيقولي ممكن أساعدك وبيبقى بيحاول يلمسني. وأنا كنت بعمل نفسي مش واخدة بالي، لكن كنت فرحانة ومقصوطة قوي إن هو بدأ يبصلي وبدأ يفكر فيا. وفي يوم كانت بنتي تعبانة قوي، بعد ما أخدت علاجها وأنا دخلت أخد شاور، وبعدها دخلت على أوضتي لقيت جوز بنتي جه ورايا. فسألته إذا كان في حاجة، وقال لي بنتك نايمة. قلت له أيوة، وقال لي أنا مش عايز أزعجها، وفضل قاعد في الأوضة. فقلت له تعالى نقعد في الصالة. قال لي لا خلينا قاعدين هنا أحسن. فقلت له لا تعالى نقعد في الصالة أحسن. فخرجنا وقعدنا في الصالة وقعدنا نتكلم شوية. لقيته بيقول لي انتي ليه ما بتفكريش تتجوزي؟ فضحكت قلت له لا خلاص أنا كبرت. قال لي كبرتي ليه؟ ده انتي شكلك أجمل وأجمد من بنتك. ضحكت واتكسفت وقلت له بطل كلامك ده. قال لي أنا بتكلم بجد، لو ما كنتش اتجوزت بنتك كنت اتجوزتك انتي. وطبعا أنا كنت مش عارفة رد عليه. بعد كده قال لي المدة دي طويلة قوي، وأنا خايف أقرب لي منها يحصل لها حاجة. فقلت له لا ما ينفعش تعمل كده علشان ما تتعبش أكتر من كده. فقال لي طب أعمل إيه؟ اتجوز عليها يعني؟ فقلت له تتجوز عليها ليه؟ مش قادر تصبر لحد ما مراتك تخف؟ قال لي لا مش قادر وتعبان قوي. فقلت له طيب خلاص كفاية كده علشان أنا عايزة أنام. فقال لي بس أنا مش جايلي نوم، خليكي اقعدي معايا شوية. فقلت له أنا تعبت قوي، هدخل أنام، أنت كمان روح نام جنب مراتك، لكن ما تصحيهاش. ورحت دخلت الأوضة وأنا عارفة هو بيفكر في إيه، وأنا كمان كان نفسي قوي في الموضوع ده. بس زي ما قلت لكم كنت بحاول أخليه يبقى مش على بعضه علشان يبقى مشتاق لي قوي ومرهف عليا قوي. ومش عارفة أنا كان عقلي فين ساعتها ولا كنت بعمل كده ليه، مفهمش. بس حسيت إن أنا نفسي في الحاجة دي قوي، وكنت مستمتعة بفكرة إن أنا بلعب على أعصابه. وبعدها معداش نص ساعة بالظبط ولقيته جه ورايا الأوضة وقفل الباب وراها. قلت له أنت إيه اللي دخلني هنا تاني؟ قال لي بقولك إيه، أنت عارفة وحاسة بكل حاجة، وأنا بصراحة مش خارج من هنا. قلت له أنت اتجننت؟ بنتي تسمعنا أو تاخد بالها؟ راح قال لي لأ، أنت عارفة إن بنتك نومها تقيل قوي، ده غير إن هي تعبانة. ولقيته فجأة كده راح قرب عليا، فضل معايا في الأوضة حوالي ساعة أو ساعة وربع، مش قادر يسيبني خالص. وبعد ما خلصنا قعدنا شوية مع بعضينا، وفضل يقول لي أنا كنت بفكر فيكي من زمان ومش عارف إيه اللي حصل لي. قلت له أنا كمان بصراحة كنت أقصد أعمل كل اللي حصل ده، وكنت بخليك مش على بعضه. راح قال لي يعني أنت كنتي قصده تعملي فيا كل ده؟ قلت له حاسة إن أنا في دنيا تانية خالص. وابتديت أغير من بنتي قوي، حتى بعد ما خفت كنت بقول له أنا مش عايزك تقرب منها. راح قال لي أنا كمان مش ببقى عايز. ما بقيتش عارفة أتصرف إزاي وأوقف اللي أنا بعمله ده إزاي.